كلامي للمسماري اللي في اليمن، يقول: أين دور المملكة العربية السعودية؟ أنا أقول لك: إذا كنت تتكلم عن المملكة العربية السعودية أو محمد بن سلمان يا مسماري، فهو لم يبلغ لحد الآن، لأن في القرآن الكريم قال: حتى إذا بلغ 40 سنة. وكونه لم يبلغ ما عليه شرح. وأما يا مسمري، إذا كنت تقصد علي محسن كونه في المملكة العربية السعودية، وتقصد بكلامك ومغزاك علي محسن، فعلي محسن أعلن انشقاقه، وهو في اليمن. وعندما أعلن انشقاقه أصابه ما أصاب قوم هود وقوم لوط وقوم صالح. هذا ما ذكر، وراجع سورة هود مذكور: من ينشق ماذا يصيبه قوم هود، ما أصاب قوم هود وما أصاب قوم لوط وما أصاب قوم صالح. فعندما انشق علي محسن أصابته هذه المصائب. فأول ما قام به علي محسن يا مسمري، حصل خلاف بعد انشقاقه مع الحرس الجمهوري، وبالذات الحرس الجمهوري الذي يتبع أحمد علي عبد الله صالح. وأسبابها مشاكل عائلية، وراح ضحيتها رجال الدولة عسكريين. وكان سبب خلاف علي محسن مع أحمد علي مصائب عائلية، بخصوص محمد يحيى الصغير الذي متزوج عند عائلة أحمد علي، وفي نفس الوقت ابن عم علي محسن. وقاموا بتفجير في يوم في العصرية في قوات الحرس الجمهوري. كان الرئيس متواجد في أحد المنازل ابنته، وكان يتواجد عنده معين، ويتواجد عنده محمد يحيى الكبير الذي قصف الظاهر في وهو راجع باتجاه بيت الفقيه. وحصل الانفجار في الحرس الجمهوري، كان سببه علي محسن وابن عمه الذي قتل في منطقة جبلية، وقاموا بتصفيته ابن علي، وقاموا بتصفيته أخويانه، كونه مسؤول عن مركز عسكري، ورفض خروج أو دخول كبيرة وصغيرة إلا بأمره، وهو ابن عم علي محسن. قاموا بتفجير الحرس الجمهوري. وابن علي ابن عم علي محسن اللي هو أخو محمد يحيى الصغير الذي حصلت بسببه المشكلة وفجروا الحرس الجمهوري، أخو لابن عم علي محسن الذي سوى العملية معه في الحرس الجمهوري من أمه.
أخو لمحمد يحيى الصغير من أمه. وعندما حصل الانفجار خرج محمد يحيى الكبير وأعلن انضمامه لعلي محسن، على طول طلع من بيت علي، من بيت بنت علي عبد الله صالح، وأعلن انضمامه لعلي محسن اللي هو محمد يحيى الكبير الذي قصف في وهو راجع لبيت الفقيه. وبعد مقتل ابن عم علي محسن الذي قام بالعملية في التفجير الحرس الجمهوري، بعد مقتله توفي زوج بنت الرئيس علي عبد الله صالح ب15 يوم تقريبا. وأنا مع الذين باشروا في الحادثة. فإذا كنت تلوم أو تبحث عن علي محسن، فعلي محسن أقول لك أعلن انشقاقه. ومذكور إعلان الانشقاق، هذا الكلام لك يا مسمري ولغيرك، سواء رابح اللي في السعودية ولا في الحرس الملكي ولا في الحرس الجمهوري ولا في غيره. من يعلن انشقاقه يصيبه ما أصاب قوم هود وقوم لوط وقوم صالح. هذا موجود في القرآن في سورة هود، وارجع واسمع سورة هود أو أقرأ سورة هود تجد هذا الكلام مذكور من قبل 1400 سنة. وإذا كنت تلوم محمد بن سلمان، فأقول لك محمد بن سلمان ما عليه شرها، لم يبلغ 40 سنة، وفي القرآن يقول حتى إذا بلغ 40 سنة. فإذا كان لم يبلغ 40 سنة فعادوا ما عليه شرها.